كان في واحد قاعد في الحرم بيستغفر ربنا لمدة اسبوعين، بيقول رزقه ضيق والامور ضيقة ومش عارف اتجوز والدنيا مقفلة، فبيقول هو قاعد بيستغفر في الايام الاخيرة بعد اسبوعين استغفار. اول مرة اسمع عن قيام الليل، او كنت اسمع عنه قبل كده بس معرفش بنصلي ازاي. هل لو صليت ركعتين بس بعد صلاة العشاء كده اخد ثواب قيام الليل، ولا لازم اصلي في الثلث الاخير من الليل؟ الفيديو ده عن قيام الليل، هتعرفوا منه كل حاجة عن القيام، فضل قيام الليل وافضل وقت لقيام الليل وازاي نصلي قيام الليل، واي سؤال هيجي في بالك هتلاقيه موجود في الفيديو ده، وكلام هيشجعك جدا عن الدعاء، وفي ادعية هتدعو بيها في قيام الليل، وكل ذكر وفضله، وكلام هيشجعك على قراءة القرآن. فيديو هيريح قلبك جدا لما تسمعه. هتكلم عن قيام الليل، ده الجنة بتاع الدنيا والاكسجين اللي عايشين بيه والراحة النفسية بتاعتنا. لما تعرف فضل قيام الليل وبركته ومعجزاته، مستحيل ليلة تعدي من غير ما تقوم الليل. هتبقى مستني كل ليلة علشان تعيش في روحانيات قيام الليل وتكلم ربنا، وتبقى عارف ان الله عز وجل يتنزل الى السماء الدنيا وينادي ويقول كما جاء في الحديث القدسي: هل من سائل فأعطيه؟ يعني مفيش حد محتاج حاجة وانا اديها له. هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني مفيش حد مذنب يستغفر وانا اغفر له. هل من تائب فأتوب عليه؟ يعني مفيش حد نفسه يتوب وانا اتوب عليه. الحديث ده لوحده كافي انه يخليك مشتاق لقيام الليل. قيام الليل لو انت اتعاملت معاه كفرد سادس، اقسم بالله ربنا هيعاملك بالمعجزات وهيحقق لك كل حلم انت شايفه مستحيل. قيام الليل هيغير حياتك تماما، وهتلاقي نفسك في مكان عمرك ما كنت تتخيل انك توصل له في يوم من الايام. قيام الليل مفيش دعوة هتدعيها فيه الا وهتتحقق. قيام الليل هيفتح لك ابواب الخير والرزق كلها، وهيملى حياتك بالبركة والراحة والفرحة والسعادة والاطمئنان والامان. قيام الليل هو مفتاح البداية لأي حلم نفسك توصل له. واحد التزم بقيام الليل لما سمع واحد بيقول: اوعى تضيع ميعادك مع الملك كل ليلة مهما كانت الظروف. لما حد مننا بيبقى عنده ميعاد مع حد مهم بيفضل يجهز نفسه وبيحاول يكون على استعداد، ما بالك بالله ولله المثل الأعلى. لو في قلبك دعوة قوم الليل، لو في قلبك حب لربنا قوم الليل. اللي عايز يتغير يقوم الليل. قيام الليل هو اللي هيغيرك. اللي عايز ينجو من عذاب النار يقوم الليل. اللي عايز ينجو من عذاب القبر يقوم الليل. اللي عايز درجات الجنة العليا يقوم الليل. اللي عايز يقف في ظل عرش الله يوم القيامة يقوم الليل. اللي عايز تثقل موازينه يقوم الليل. قيام الليل بيعمل معجزات حقيقي، وفيه استجابة رهيبة لدعواتك وتيسير ولطف من ربنا لجميع أمور حياتك. قيام الليل هينور قبرك وهينور طريقك على الصراط يوم القيامة، وهيبقى سبب في دخولك الجنة. قيام الليل أكتر عبادة لها ثمار في الدنيا. قيام الليل بيرفع درجة الإيمان بالله، وكلما ارتفعت درجة الإيمان زادت الفرحة والاطمئنان في القلب. كل حاجة هتلاقيها بتتيسر ومشاكلك كلها تتحل، وهتلاقي أبواب اتفتحت عمرك ما كنت تتوقع انها تجيلك اصلا. هتلاقي الخير جايلك من كل مكان، هيتفتح لك كل ابواب الخير والرزق. اقسم بالله لو واظبت على قيام الليل ربنا هيعاملك بالمعجزات. وعن تجربة وقدام عيني في ناس كتير حصل لها معجزات بسبب دعوات قيام الليل. قوم صلي وادعي ربنا بكل اللي نفسك فيه. احنا بنقول بنحب ربنا، دليلك هو قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل. قيام الليل هو دأب الصالحين. لو لقيت نفسك بتصلي قيام الليل اعرف ان دي علامة حب من ربنا ليك. من اطال قيام الليل هون الله عليه وقوفه يوم القيامة. اوعى تضيع ميعادك مع الملك. في ناس ربنا رزقها بحسن الخاتمة، وفي ناس طلعوا عمره وحج، وفي ناس شافت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وفي ناس اتجوزت وخلفت، وفي ناس شفيت من امراض، وفي ناس نجحت وطلعوا من الاوائل، وفي ناس دخلوا كليات كانوا بيحلموا بيها، وفي ناس اشتغلت، في ناس كان عندهم
مشاكل واتحلت، وفي ناس كان عندهم هموم وراحت، وفي ناس اتحققت كل احلامهم اللي كانوا شايفينها مستحيلة وصعبة بفضل دعوات قيام الليل. عايز ربنا يستجيب لكل دعواتك ويحقق لك كل احلامك وينور قبرك وطريقك على الصراط يوم القيامة، ويرفعك في الجنة درجات، ويغفر ذنوبك ويتوب عليك ويشفيك من كل الامراض، ويرزقك بالزوجة الصالحة ويرزقك بالذرية الصالحة، ويكرمك ويوفقك في حياتك وييسر لك كل امورك ويحل جميع مشاكلك ويرزقك براحة البال والراحة النفسية. قوم الليل. تخيل وانت بتصلي او بتقرأ قرآن او بتدعي او بتسبح والملائكة شغالة وبتكتب حسنات وعارفينك بالاسم، وتخيل اما صوت مناجاتك لله عز وجل يكون حافظه الملائكة. سيدنا يونس اما كان جوه بطن الحوت وبيستغيث بالله عز وجل، كانت الملائكة بتقول لربنا احنا عارفين الصوت ده بس مش عارفين جاي منين. متخيلين الملائكة حافظة صوته من كثرة مناجاته لله عز وجل. صاحب قيام الليل بيكون مشهور في السماء وصوته بيكون معروف، فخليك منهم علشان الملائكة تعرف اسمك وتشفع لك يوم القيامة. في مكان في السماء السبعة اسمه البيت المعمور، كل يوم بيدخل فيه 70,000 ملك. تخيل بقى الكلام ده من أيام خلق الملائكة لحد يوم القيامة. دول أهل السماء السبعة بس من غير السماوات الأخرى، فتخيل عدد الملائكة عدد لا يحصى. خليهم بقى يعرفوك علشان يشفعوا لك يوم القيامة. الحاجة الوحيدة اللي ببقى عاجز عن التعبير عن جمالها هي قيام الليل. تعبان روح قول له تعبان وهو يشفيك والله. مخنوق صلي قيام الليل وهو يريح قلبك والله. صاحب قيام الليل قال الله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم. اللي بيستغفر ربنا في آخر الليل ولو مرة واحدة يكتب من المستغفرين بالأسحار. فضل قيام الليل: أول حاجة سبب في دخول الجنة، تاني حاجة قيام الليل شرف المؤمن، تالت حاجة هو أفضل صلاة بعد الفريضة، رابع حاجة من أسباب رفع الدرجات في الجنة، خامس حاجة سبب في حسن الخاتمة، سادس حاجة هينور قبرك وهينور طريقك على الصراط يوم القيامة، سابع حاجة سبب في استجابة الدعوات، بيقربك من ربنا، بيفرج كربك وبيزيل همك وبييسر كل أمورك وبيسعد قلبك، ومغفرة للذنوب وزيادة للحسنات، شفاء من كل الأمراض، ينور وجهك وقلبك وحياتك، بيشرح صدرك ويخلي عندك راحة نفسية، بيفتح لك كل أبواب الرزق والخير. قسم بقى وقت قيام الليل إلى صلاة، قراءة قرآن، دعاء، ذكر. أول حاجة الصلاة. فكرة انك مش بتصلي قيام الليل فانت فايتك حاجات كتير قوي، فايتك راحة نفسية غير طبيعية، فايتك امان واطمئنان، فايتك بهجة وفرحة من قلبك. وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر. افضل وقت للقيام هو الثلث الاخير من الليل، لان الله عز وجل يتنزل الى السماء الدنيا في هذا الوقت والدعاء فيه مستجاب. يعني ايه الثلث الاخير من الليل؟ نفترض من بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر 9 ساعات، يبقى الثلث الاخير من الليل 3 ساعات، يبقى قبل الفجر ب3 ساعات. ده وقت الثلث الاخير من الليل، وقت قيام الليل. طيب هو ليه ده افضل وقت لقيام الليل؟ لأن الله عز وجل يتنزل للسماء الدنيا وينادي عليك كما جاء في الحديث القدسي: هل من سائل فأعطيته؟ يعني مفيش حد محتاج أي حاجة وأنا اديها له. هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني مفيش حد مذنب بيستغفر وأنا أغفر له. هل من تائب فأتوب عليه؟ يعني مفيش حد نفسه يتوب وأنا أتوب عليه. الحديث ده لوحده كافي انه يخليك مشتاق لقيام الليل. طيب ازاي اصلي قيام الليل؟ ممكن تبدأ بركعتين بس، وخير الأعمال أدومها وإن قل، ومع الوقت ربنا يعينك وتصلي أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة مثنى مثنى، يعني ركعتين ويسلم وهكذا لحد 8 قيام، وبعدين يختم بركعتين وركعة وتر، ويفضل يصلي أقل أو أكتر من كده.
ايوه طبعا ممكن تصلي على حسب ما تقدر. ممكن وانا بصلي قيام الليل اقرا من المصحف، ايوه يجوز انك تقرا من المصحف او من التليفون. اول مره اسمع عن قيام الليل او كنت اسمع عنه قبل كده بس ما اعرفش بنصلي ازاي. هل لو صليت ركعتين بعد صلاه العشاء كده اخد ثواب قيام الليل، ولا لازم اصلي في الثلث الاخير من الليل؟ ايوه ان شاء الله هتاخد ثواب قيام الليل، ولكن الثلث الاخير من الليل الدعوات فيه مستجابه. خايف يروح عليا نومه وما اقومش في الثلث الاخير من الليل، اعمل ايه؟ صلي بعد العشاء او قبل ما تنام، ولما تقوم بالليل كمل صلاه واختم بركعتين شفع وركعه وتر. متعود اصلي قيام الليل بعد العشاء او قبل ما انام وختمت ركعتين شفع وركعه وتر. لو صحيت في الثلث الاخير من الليل ينفع اصلي ولا لا؟ صلي ركعتين قيام عادي بس ما تصليش وتر تاني، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليله. وممكن بقى تقعد تقرا قراءه قران وتدعي وتذكر ربنا. طيب ممكن اعرف ليه ربنا عز وجل بيتنزل للسماء الدنيا كل يوم مش كل شهر مثلا او اكتر؟ لانك ما تقدرش تعيش ليلة من غير ما ترفع ايديك وتقول يا رب. وانت بتصلي القيام صلي بعدد الايات، بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. الغافلين يعني اللي مش بيقوم الليل ولا بيذكر ربنا. ومن قام الليل ب100 آية كتب من القانطين. القانطين هم الطائعين لله عز وجل. ومن قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين. المقنطرين يعني ياخد ثواب عظيم لا يعلمه إلا الله. قراءة قرآن والله العظيم ما شفت حد عايش مع القرآن إلا وربنا أكرمه ورزقه بحسن الخاتمة، وظهر عليه علامات كتير من علامات حسن الخاتمة. في واحدة من كتر ما قلبها متعلق بالقرآن وهي في العناية المركزة كانت بتقرأ كل يوم 10 أجزاء وماتت وهي بتقرأ القرآن. والأجمل من كده وهم بيغسلوها محدش قدر ياخد المصحف من ايديها، واتكفنت ونزلت القبر بالمصحف. مش بقولك اقرأ جزء كل يوم، لا، ابدأ ولو بصفحة واحدة بس، وصدقني والله ربنا هيعينك ويثبتك وهيجي عليك ايام تقرأ اكتر وتعيش مع القرآن بقلبك. عيش مع القرآن وربنا يملأ حياتك بالبركة والسعادة ويرزقك بحسن الخاتمة. تخيل ان القرآن ده صاحبك اللي هيبقى مستنيك على باب القبر وبيقول لك ما تخافش انا صاحبك، وهينور لك قبرك وهينور طريقك على الصراط يوم القيامة. وصاحبك مش هيسيبك يوم القيامة الا لما يشفع لك ويدخلك الجنة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ من القرآن بقدر ما تريد من السعادة. الطبطبة هتلاقيها في القرآن وفي الصلاة وفي قربك من ربنا. بس من أحب أن يختم له بخير فليحسن صحبة القرآن. تاني حاجة الدعاء. الدعوة مش ببلاغتها ونحوها وصرفها، إنما بخروجها من القلب. الدعاء بيغير القدر، مفيش مستحيل مع ربنا. ادعي وخلي جواك يقين وحسن ظن بالله. دعوة واحدة بس ممكن تغير حياتك، فما تبطلش تدعي. الدعوة لها 3 إجابات. أول حاجة إن الدعاء يستجاب لو في خير ليك، ولو ما فيهوش خير ليك ربنا بيعوضك بحاجة أفضل وأعظم من اللي كنت بتتمناها. تاني حاجة دافع البلاء، بمعنى الدعاء وهو طالع يقابلك بلاء كان نازل عليك فيشيل البلاء ده عنك. تالت حاجة ودي أفضلهم، يوم القيامة وانت واقف قدام ربنا وبتتحاسب تلاقي حواليك جبال من الحسنات، فربنا يفكرك بكل دعوة كنت بتدعيها قبل كده ويقول لك أخرتها لك لليوم ده. فشوف بقى كل دعوات قيام الليل بتاعتك كل ليلة غير دعوات السجود، غير كل دعواتك هتتحول حسنات. فادعي كتير واعرف ان الدعاء خير في 3 إجابات، فما تبطلش
تدعي. من أسباب استجابة الدعوات إنك تبدأ بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تدعي، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك أجمعين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دي بعض الأدعية اللي جمعتها، وادعوا بأي دعوة تتمنوها. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تالت حاجة الذكر. فعل الذكر اللي بيذكر ربنا بيملأ حياته بالكرامات والعطاءات، وبيوسع رزقه وبيكرمه في حياته. ربنا بيباهي بالذاكرين ملائكته. ذكر ربنا هو حل كل مشاكلك، وحل الدنيا اللي مقفلة في وشك، وحل الهموم اللي جواك، وحل التقرب من الله هو الذكر. الذكر بيخلي ربنا راضي عنك، بينور قلبك ويسعده. الذكر هو شفاء القلب، بيطرد الشيطان وبيزيل الهم والغم عن قلبك، بيفتح لك أبواب الخير والرزق كلها، وبيملأ حياتك بالبركة والسعادة والراحة النفسية. الذكر سبب في زيادة الحسنات ومغفرة الذنوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما اقول لك فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف انك لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل تشفع لك يوم القيامة. فتخيل بقى لو صليت اكتر واكتر، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بس تاخد 10 حسنات، ويمحى عنك 10 سيئات، ترفع في الجنة 10 درجات. ربنا والملائكة يصلون عليك 10 مرات، وصلاة ربنا عليك رحمة، وصلاة الملائكة هي دعاء. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في ملك بيروح يقول له فلان صلى عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في استجابة الدعوات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بها يغفر ذنبك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب شفاعة النبي ليك والنجاة من أهوال يوم القيامة، ويفتح ليك أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة. أفضل صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، وممكن تصلي بأي صيغة تانية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فضلهم لو علمت أسرار وأنوار هذه الكلمات لقضيت بها الساعات، لأنها الماحيات والمكفرات والباقيات الصالحات، وبها ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتمحي السيئات. وبكل كلمة شجرة وصدقة، وهم أحب الكلام إلى الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، بمعنى أفضل من الدنيا وما فيها. بكل كلمة 20 حسنة ويمحى عنك 20 سيئة، إلا الحمد لله رب العالمين 30 حسنة ويمحى عنك 30 سيئة. بكل كلمة شجرة في الجنة. أشجار بقى متنوعة، حاجات لا تخطر على قلب بشر. الشجرة الواحدة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. قد إيه الذكر ده عظيم، واظب عليه بقى. الحمد لله أفضل الدعاء، الحمد لله تملأ الميزان. أفضل العباد يوم القيامة هم الحامدون. بكل مرة تقولها هتاخد 30 حسنة ويمحى عنك 30 سيئة. وشجرة في الجنة وصدقة لما تقولها ربنا يزود عليك في النعم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لو قلتها 3 مرات ربنا يغفر ذنوبك. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو قلتها مرة واحدة بس ربنا يغفر لك ذنبك. لا حول ولا قوة إلا بالله هي سر الطمأنينة والسكينة وراحة البال. بكل مرة تقولها هتاخد كنز في الجنة. وشوف بقى كنوز الجنة، حاجات لا تخطر على قلب بشر. فضل الاستغفار، لو عايز تشوف معجزات في حياتك وعايز ربنا يغفر لك كل ذنوبك وينجيك من العذاب ويفرج
يفرج كربك ويزيل همك ويوسع رزقك ويكرمك ويرزقك الذرية الصالحة، واظب على الاستغفار. الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان في واحد قاعد في الحرم بيستغفر ربنا لمدة أسبوعين، بيقول رزقه ضيق والأمور ضيقة ومش عارف يتجوز والدنيا مقفلة. فبيقول وهو قاعد بيستغفر في الأيام الأخيرة بعد أسبوعين استغفار، واحد شافه بيقول له: أنت بتشتغل؟ قال له: لأ. قال له: طيب أنا صاحب مجموعة فنادق قدام الحرم وكنت محتاج مدير عام للفنادق دي، إيه رأيك تيجي تشتغل مدير؟ قال له: طيب أنت متجوز؟ قال له: لأ. قال له: طيب انا كمان عندي بنت مش متجوزه، لو عايز تتجوزها وتشتغل مدير للفنادق دي انا موافق. والله لو واظبت على الاستغفار ربنا يفتح لك ابواب الخير والرزق كلها. وكان في واحده مهمومه ونفسها تتجوز وتخلف ومحدش بيتقدم لها والدنيا صعبه وكانت فقيره وكان نفسها تشتغل، فواظبت على الاستغفار في خلال فتره بسيطه اتجوزت وحملت واشتغلت. نفسك في شغل او زوجه او ذريه او اي حاجة، واظب على الاستغفار بنية اي حاجة نفسك فيها وربنا هيحققها لك. والله المستغفرين بالاسحار، وقت الثلث الاخير من الليل ده وقت سحر، وقت معجزات، وقت تحقيق الدعوات والامنيات. فاستغفر في الوقت ده وشوف المعجزات اللي هتحصل في حياتك. سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قاله في اول النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. نفسي أصلي قيام الليل ونفسي أرجع لربنا وأصلي وأعمل كل حاجة حلوة، بس كل ذنوب ومعاصي هل ربنا هيقبلني؟ في الحديث القدسي ربنا قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عارف يعني ايه؟ كل ذنوبك مش قد البحر ولا الجبال، لا دي لحد السماء، واستغفرت ربنا والله لا يغفر لك ويتوب عليك، بس انت ارجع. ربنا كريم ورحيم بينا قوي، وشوف من رحمة ربنا لينا لما بتعمل حسنة بتكتب بأضعاف، ولكن لما بتعمل سيئة تكتب واحدة بس. والأجمل من كده لما بتعمل حسنة بتتكتب على طول، ولكن لما تعمل سيئة ملك السيئات بيرفع القلم 6 ساعات. لو استغفرت او صليت او عملت اي عبادة الملك ما يكتبش الذنب. شفت قد ايه ربنا رحيم وكريم؟ ربنا ابتلاك علشان بيحبك، ربنا ابتلاك علشان يغفر لك، ربنا ابتلاك علشان ترجع له، ربنا ابتلاك علشان يسمع صوتك وانت بتقول يا رب. ربنا ابتلاك علشان يرفع درجتك في الجنة. شفت ربنا رحيم وكريم بيك قد ايه؟ ربنا رحيم وكريم بيحب قوي حتى في الابتلاء. كم مرة طلبت منه الستر وسترك، وطلبت التيسير ويسر لك، وكم مرة دعيت واستجاب ليك، كم مرة وقف جنبك ونجاك ونجحك وحل مشاكلك وهمومك، ولما منع منك حاجة مع الأيام عرفت إنها ما كانتش خير ليك وعوضك ربنا ليه 100 رحمة. أنزل واحدة في الدنيا بس و99 ليوم القيامة. فأظن بقى بعد الكلام ده المفروض قلبك يطمن وترجع بقى لربنا وتصلي، وكمان تصلي قيام الليل وتواظب على قراءة القرآن. خد بقى عهد مع ربنا انك ترجع له وتبدأ تواظب على جميع الصلوات، ومهما كنت بتعمل ذنوب صلاتك هي اللي هتصلحك. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واوعى في يوم من الأيام تسيب صاحبك القرآن اللي هو هيبقى معاك في قبرك ومش هيسيبك يوم القيامة إلا لما يشفع لك ويدخلك الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الخير والقيام والقرآن والجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي لي بقى دعوة حلوة من قلبك وربنا يفرح قلوبكم جميعا.